بحب كل يوم لما اصحى الصبح كده اول حاجه ابتديها في يومي هو وقت كده انا بسميه وقت امتنان. ايه وقت الامتنان ده؟ اقعد كده مع نفسي واقعد امتن ربنا على كل حاجه، على كل عطيه، على كل خير، على كل صحه، ان انا قادره اتحرك، ان انا قادره اتكلم، قادره اتنفس، على كل عطيه هو مديهاني. اقعد ابص كده على الخير، الرحمة، العطايا اللي انا مش ممكن انا حاساها وكأنها امر واقع ولا كأنها امر يعني كأنها موجودة، يعني قادرة اتنفس بسهولة، قادرة اتحرك بسهولة، على كل حاجة انا حاساها كأنها عادية بس واعتدت على وجودها، لكن حقيقي هي خير، هي عطية كبيرة جدا. فاقعد افكر في كل الحاجات دي، حقيقي بيفرق كتير جدا في مود يومي، في اليوم كله. الوقت ده جربوا اعملوها اول حاجة تعملوها الصبح، هتفرق معاكم كتير جدا. لو انت اول مرة تشوفيني، انا اسمي رشا، اهلا بيكي في القناة. دي النهاردة هنعمل شوية حاجات. هو انا في الفترة دي انا مسافرة، فهقعد 10 ايام بعيد عن البيت والعيال وجوزي، فمحتاجة بس شوية افرز شوية حاجات ليهم يعملوها هم انا ومسافرة، يتساعدهم في الاكل والحاجات دي. اوقات كده بيجي علينا وقت انتي مثلا مسافرة، مش قاعدة مع العيال او لأي سبب، فعايزة تجهزي اكل في الفريزر، او انتي مسافرة وعايزة ترجعي تلاقي اكل في الفريزر محطوط. فبتيجي علينا ظروف زي كده في الحياة عموما كلنا يعني. فهنا انا هفرز، انا اول حاجه هعملها هعصق شويه لحمه مفرومه، هستخدمها في المكرونه بشاميل، هستخدمها في مكرونه باللحمه او جلاش. فمهم انا هفرز دلوقتي لحمه مفرومه عصاج. ففي الاول بقى عادي بفرم البصل عادي جدا، وبعد كده هشوحه في الحله، وبعد كده هحط اللحمه العصاج العادي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه كلنا. في حاجات عايزه اشارككم بيها احنا وبنشتغل وبنعمل الروتين بتاعنا. اللي ما يعرفنيش، انا بشتغل خدمه مع سن اعدادي وثانوي. دي بقى شغاله معاهم بقالي كتير جدا من وقت ما اتخرجت وانا بخدم مع السن ده. وكمان اكتر كتب بقراها في الحاجات النفسيه في التعامل مع سن المراهقين او السن ضيق، لاني اكتر سن انا بتعامل معاهم. فمن خلال خبرتي في التعامل مع السن ضيق، وكمان انا عيالي حاليا في سن مراهقه، يعني في سن معايا 11 سنه و14 سنه عيالي، ففي السن ضيق. فحابه اكلمكم شويه عن التعامل مع السن ده سن المراهقين، سواء انا في البيت عندي او انا كمدرس او مدرسه بتعامل مع اي حد في سن المراهقه. بصوا، في حته انا وقفت قدامها لما بندخل في صراع مع السن ده. يعني لما مثلا يجوا يقولوا لنا لا انا مش عايز، بيبقى اصلا من سمات السن ده التمرد، ان هم عايزين يبينوا نفسهم، عايزين يبينوا شخصيتهم، فعايزين يتمردوا. فدي سمة من سمات السن ده، ان هو عايز يظهر او عايز يبين او عايز يكون له شخصية، عايز يقول لا، عايز كده يعني هو يبان. ف في دي في سمات السن ضيق. فاوقات مثلا احنا كاولياء امور او كده مش عاجبنا القرار اللي هم بياخدوه، او بيوصلونا لمرحله بنتنرفز جدا منهم، من شكل مثلا لما يجي ابني ولا بنتي يقف قدامي مثلا ويصور مثلا، او ما يتحكمش في مشاعره ويزعق، او يقول، او انا كبحسه ان هو عايز يبقى ند بالند بيا، يعني عايز يبقى يقف قصادي. فانا اجي كماما ولا كبابا ولا كمدرس، انت يعني انت كبرت عليا. هو انت بقيت في طولي وبقيت يعني كتفك قد كتفي، بس انت لسه عيل صغير، انت بالنسبه لي عيل. فانا ابقى ايه، تاخدني كده الجلاله واتنرفز عليه واعمل عليه. انا بحس إن لو احنا بس كاولياء امور او كقاده او كده، وقفنا بس شويه وفكرنا في الموقف، وقلت انا في الموقف ده انا عايزه اكسب الموقف ولا عايزه اكسبه هو
كابني او كحد انا بخدمه، انا عايزه اكسب ايه؟ لو انا عايزه اكسب الموقف هزعق فيه وهلطشه بقلمين، وانت نسيت نفسك ايه، وانت فاكر نفسك ايه، انت ازاي تزعق معايا، انت ازاي تعمل معايا، ازاي تتكلم كده، والطشه كده. انا كده سيطرت، انا كده استغليت سلطتي الاعلى، بس انا خسرته هو. يعني يبقى انا كده كسبت الموقف وكسبت المعركه، ان انا كده بينت بقى قدراتي وكسبت الموقف، بس انا خسرته هو. طيب يعني انا اسيبه يتمرد عليا واسيبه بقى يعمل عليا وينسى نفسه؟ لا، انا مش بقول كده خالص. انا بقول ان انا هوقفه ازاي؟ ممكن تهدى ونتكلم بكل صرامه، بكل مش هينفع اتكلم معاك بالطريقه دي، او مش هينفع نكون بنتكلم او بنكمل الحوار بالطريقه دي، فاهدى ونتكلم. وبعد شويه ممكن اقول له روح اوضتك دلوقتي ومش هنتكلم دلوقتي خالص، هنهي الحوار في وقت اللي هو فيه عصبيه. بعد كده انا ههدى شويه وهو هيهدى، وهنحط ارضيه. اول حاجه هتكلم معاه لما هاجي افتح معاه الحوار، هبين له قد هو غالي بالنسبه لي. انت غالي جدا بالنسبه لي، هاكد عليه بكذا طريقه. انا بحبك جدا، انت فارق معايا، انت حد غالي عليا جدا. اديله ارضيه حلوه. بعد كده ادخل، انا مش حابه الطريقه دي، اقول له انا مش حباك، او انت بقيت اتغيرت، انت بقيت شخص تاني، انت اتحولت. لا، الطريقه اللي احنا اتوصلنا بيها دي انا رافضاها جدا. فارفض الطريقه، ارفض الاسلوب، ارفض الدخله دي، ارفض تون الصوت والعلو والزعيق، او الطريقه اللي ما فيهاش احترام. ارفض الطريقه، لكن انا قابلاه هو كشخص. ده بيفرق جدا الدخله دي ليه. بس انا دخلتها امتى؟ لما انا هديت شويه وهو هدي شويه، فانا كده دخلت في حته انا اكدت الطريقه والاسلوب اللي انا عايزه اتعامل معاه، وانا قابلاه هو. فندخل بعد كده نتكلم في المشكله اللي احنا مختلفين عليه، ونتكلم. بس انا كده الدخله بتاعتي مختلفه جدا على ان انا لما يدخل لي بدخله يعني هو طبعا هرموناته طالعه عليه، والهرمونات اصلا متلخبطه في جسمه، وهو نفسه مش عارف هو عايز ايه، وبتبقى الدنيا يعني انا اشجع جدا كل حد، حتى لو انتوا عيالكم صغيرين، ابتدوا من دلوقتي اقروا على سمات سن المراهقه والتعامل مع المراهقين، وكتب كتير جدا زي في بيتي مراهق، حاجات كتير جدا، كميه كتب كتيره جدا نازله للتعامل مع السن ده. بصوا، انا هنا هعمل كفته، يعني غير بقى العصاج، عصقت يعني عملت عصاج، عملت كيلو لحمه عصاج، وهنا كيلو تاني انا هعمله كفته. فهنا عملت برضو فرمت شويه بصل ناعم، وهنا عيش فينو نقعته في شويه ميه صغيرين وبعصره كويس جدا، وهكون بخلطه مع اللحمه المفرومه، مع اللحمه المفرومه مع البصل، هديلهم كده خلط مع بعض. بس انا هنا بعد ما عصرت العيش كويس جدا، عايزه احطه يتضرب كويس قوي مع البصل، عايزاه يدخل يعني يعملوا كده تجانس مع بعض عشان ما يبانش ويظهر في الكفته. وممكن اوقات في ناس مش بتحط عيش فينو، بتحط عيش مصري عادي بتبله برضو بتعصره، بيتعامل مع الكفته، بيخليها ما تكشش الكفته، وفي نفس الوقت لما اجي اسويها يعني بتديها طعم حلو ومتخليهاش تكش جامد، بتخليها حلو يعني. انا هنا الكفته مش هسويها، انا هكون بس يعني هصبعها وهشيلها في علب. زي ما قلت لكم الفكره دي لو اي وقت عايزين نفرز حاجات، يعني لو احنا مسافرين للناس اللي في البيت، او لو عايزين نرجع نلاقي اكل موجود برضه في الفريزر يساعدنا. يعني بنحتاج اوقات كتير نفرز حاجات، بتسهل علينا كتير جدا. وممكن التفريزات دي كمان استغلها وقت رمضان، اكون مجهزه حاجات في الفريزر مصبعاها، بس انزلها على التسويه على طول. انا الحقيقه الكفته والبرجر لما بعملهم وافرزهم في الفريزر، بنزلهم هما زي ما هما متجمدين، بحطهم في الاير فراير
على حسب العدد اللي انا عايزاه. ممكن انزل حتى 4 كفتات 6 على حسب العدد، اسويه مش بياخد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير جدا يكون استوى وحلو جدا. بس حقيقي بيوفر وقت كتير جدا، واكلة تبقى حاجة سهلة في اي وقت انا مستعجلة موجودة. انا البهارات اللي بحطها بجيب لما مثلا هعمل كفتة بجيب كيس البهارات اللي بيبقى موجود في السوبر ماركت مكتوب عليه بهارات الكفتة او بهارات لو او البرجر، دايما بجيبها. وكمان بزود بهارات من عندي. يعني انا بصوا انا عايشه في اسوان، عارفين اسوان يعني مشهوره جدا بالبهارات، فتلاقوني بستخدم بهارات كتير. يعني مش عارفه بحب دايما كمان ازود بهارات من عندي. بحط معلقه من 7 بهارات، بحط معلقه من بهارات اللحمه، ومعلقه من الجنزبيل. دي بيديها يعني بيديها طعم حلو جدا. ومعلقه من الكبابه الصيني بتدي طعم حلو قوي سواء للفراخ او للحمه، يعني بتفرق قوي في التتبيله. وبحط الملح بس. فانا البهارات دي هخلطها مع العيش والبصل عشان كله بقى يدخل بقى في بعضه، وبعد كده بكون بقلبهم في اللحمه المفرومه. هو في الوقت ده انا عايز اقول لكم انا كمان كنت نازله يعني معايا مشوار، فحطيتهم في بولة العجن دي، سبتهم في التلاجة. ولما رجعت من المشوار كملت يعني هما كانوا اتبلوا بقى ودخلوا جوه بعض كويس قوي وتشبعوا بقى بالبهارات. او ممكن لو انتي عايزه تصبعيها على طول ممكن كمان تصبعيها، مفيش مشكله. بس حابه ارجع تاني للسؤال اللي دايما بنساله لنفسنا كاولياء امور او كناس بنتعامل مع اولاد وبنات في سن المراهقه. انا في نقاشي معاه انا عايزه اكسب الموقف ولا عايزه اكسبه هو؟ لو وقفت بس وسالت نفسي السؤال ده رد فعلي بيفرق كتير. ان حقيقي الولاد في السن ده اكتر حاجه بتفرق معاهم هما الاهل، والتعامل مع الاهل ازاي. ان انا لو ملقيتش قبول وحب واستيعاب ليا كفتره انا نفسي متلخبط فيها، لو ملقيتش تفهم ليا انا بدور على حاجات تانية بره تملى الفراغ ده. وعشان كده بنلاقي اكتر فتره فيها اضطراب، فيها ادمانات، فيها بحث عن الحب بشكل غلط. كل حاجه بنلاقيها في السن ده ان هما بيبقى عندهم اضطراب، عندهم جوع، عندهم حاجات بس بتبان بطريقه غلط. فلما مش بيلاقي التسديد بتاعها في البيت بيدور عليها بره بطريقه غلط. فياريت كلنا نكون بنكتر من كلام التشجيع. كلام التشجيع عايز اقول لكم شجعوا بمناسبه ومن غير مناسبه، بجد شجعوا، قولوا كلام تشجيع ليهم، قولوا كلام حب وقبول، قولي يعني نتكلم ننطق. حتى لو انا كأم او كمربي انا حاجه ما اتعودتش عليها اقول كلام حب ليهم، بحبك، بقبلك، انت غاليه عليا، انت غالي عليا، انت فارق معايا، انت وجودك فارق جدا في البيت، انت حد نشجع، نقول كلام كتير. ان عايز اقول لكم ان بره في العالم او في الدنيا دي الكلام السلبي بيبقى عالي جدا، التنمر بين اصحابه عالي جدا. فهو الكلام السلبي بيسمعه عن نفسه كتير جدا، فهو محتاج كمية كلام ايجابي وكلام حب يتقاله اضعاف من الكلام السلبي. فهيسمعوا فين؟ يعني هيسمعوا فين الكلام ده عشان يعمل بس تعادل جواه؟ فلو ما لقوهوش يعني لازم يعني حاجة. لو انا مش متعلمة اقول كده، اتعلم انطق، مش بس ابين محبتي بالافعال. يعني انا بعمل لهم اكل او انا كأب بشتغل وبعمل لهم فلوس، لا، يعني هما محتاجين يسمعوا، محتاجين يسمعوا بودانهم الكلام اللي بيشجع، الكلام اللي فيه حب ده. محتاجين نحضنهم ونديهم احضان. لو هما طبعا في السن ده مش متعودين من هما وصغيرين هتلاقيهم رفضوا في السن ده مش عايزين يتحضنوا. بس يعني برضو بحسها البنات عن الولاد، يعني البنات بتحب الاحضان والبوس والاحضان كده في البيت، الولاد لا. وبرضو يعني هم لو متعودين من هم صغيرين لا بتلاقيه موضوع يعني ايه اسهل هم وكبار دلوقتي
بس لو هما مش متعودين، وفي الاغلب الولاد مش بيحبوا كده، يعني في الاغلب الولاد مش بيحبوا كده، البنات بتحب كده جدا، البنات بيفرق معاها كده كتير جدا. هنا انا قطعت طماطم، انا هحطها، انا يعني لو مركزين معايا بس خايفاكم تكونوا تهتوا معايا. انا حاطه عصاج على البوتاجاز، فشغال باللحمه المفرومه مع البصل، فانا هنا هحط طماطم عشان هزودها على العصاج. ان انا في الاغلب ده العصاج ده بستخدمه في المكرونه بشاميل او في حاجات كده بعوز فيه طماطم، بحس الطماطم في العصاج في الحاجات دي بتديها طعم جميل جدا. فهنا هفرم شويه طماطم وهحطها على العصاج، تاخد كام غلوه معاها، وفي نفس الوقت برضو هكون ببهر العصاج كويس جدا. لو عندكم اي اسئله عن سن المراهقه او اي اسئله في التعامل معاه، ممكن اكتبولي في الكومنتات، واكون برجع نتكلم عليها، نتناقش فيها، نتكلم فيها. فقولولي لو انتوا حابين حاجه زي كده او اي اسئله معينه. هستنى اسئلتكم وكومنتاتكم، اكتبوها لي ونتناقش فيها في اي وقت تاني. فهنا بس هقلب الطماطم كويس قوي، وهسيبها برضو بسيبها حوالي نص ساعه ولا حاجه تكون بتغلي وتتسبك مع اللحمه المفرومه وبس. وهحط لها البهارات واسيبها شويه، وبعد ما تبرد خالص بكون بحطها في علب في الفريزر، او لو هستخدم منها على طول. طبعا بتوفر وقت كتير جدا جدا. يعني بصوا انا حتى متعودين معايا في فيديوهات لما بعمل حاجه بحب ازود شويه عشان تساعدني في وقت تاني. انا دايما الدنيا عندي وقت مضغوط والدنيا زحمه، فبتساعدني في اي وقت كده، بتسهل عليا كتير الطريقه دي ان انا اشيل شويه زياده في الفريزر، بتسهل عليا كتير جدا جدا. وكمان عشان الوقت ده كمان مسافره وهقعد 10 ايام بعيد عنهم، فعايزه كده يعني ايه جوايا احساس بالذنب. يعني عارفين حاسه بالذنب ان انا سايباهم وقت طويل، يعتبر انا بالنسبه لي فتره طويله، وبالاخص كمان وقت المدارس، يعني سايباهم وقت المدارس ومسافره، فحاسه بالذنب. فعايزه ايه يعني اداري على الاحساس ده بايه، ان اجهز لهم بقى حاجات كتيره في الفريزر تكون بتساعدهم، حتى يعني ازيد من احتياجاتهم. يعني حتى لو هم ده كتير عليهم او ده هيكفيهم، بس عايزه احط لهم بزياده عشان ابقى كده مطمنه، يعني حاجه كده يعني ايه، ابقى كده مطمنه من جوايا ان هم مش هيجوعوا. وانا عارفه مش هيجوعوا، بس يعني كده يعني احساس كده جوايا ان عايزه احط لهم اكل بزياده. مش عارفه حسيتوا الاحساس ده قبل كده، جربتوه ولا لا؟ مش عارفه، هو احساس بشع يعني. بس يعني انا بس مجبره يعني ان انا اسافر، ان انا ما عنديش وقت، ما عنديش اختيار ان اغير الميعاد، او ما عنديش اختيار اغير او اقلل وقت، ما عنديش اختيار زي كده. يلا مهم. فهنا ده بجهز اللحمه الكفته. هنا بزود شويه بقسماط مطحون انا طحناه قبل كده، فبجهزه وكله بعجنه مع بعضه، بخليه كده شويه، يعني اشوف العجينه قد ايه متماسكه، تبقى ولا ماسكه قوي ولا اللي هي ان البقسماط ده يشرب اي سوائل موجوده من البصل، من اي اللحم او اي حاجه بتشربها، بيخلي الكفته ماسكه حلو. واشوف بقى لغايه لما الاقي الدنيا خلاص كويسه تمام. خلاص هنا هصبحهم على، انا معايا سيخ اللي هو مسن، ده معايا، ده بحب ادهنه حته زيت واصبع بيه الكفته، عشان لما بصبحها على حاجه كده مدوره بتبقى متفرغه من جوه، وبحسها بتدي تسويه احسن، بتحسها كده بتدي تهويه وتسويه احسن لما بكون بصبحها على المسن ده. او اي حاجه، يعني اي حاجه عندكم عصايه مدوره، اي حاجه كده ينفع تصبعوا عليها تمام. انا هنا عشان يعني مش هسويها، هكون بفرزهم في الفريزر، فانا عايزه فردتهم على صينيه، حطيت تحتها كيس بلاستيك فتحته خليته مفتوح، هدخل بس الصينيه في الفريزر. بعد ما اخلص كل تصبيع الكفته هدخلهم الفريزر يتشمعوا، يعني يجمدوا سنه صغيره، وبعد كده هكون بجمع كل الكفته في علب فريزر، عشان هحطهم فوق بعض، يعني هزنق الكفته جنب بعض. فطبعا انا لو زنقتها وحطيتهم فوق بعض وهم لسه عجينه هيتلزقوا في بعض جدا، فلازم عشان اكون بجمعهم في علبه واحطهم فوق بعض كفته او برجر، بحب ادخلهم الفريزر على صينيه مفروده،
يكون زي بيتشمعوا بيتجمدوا شويه، يعني اسيبهم في الفريزر حوالي ساعه كده، يعني ساعه ساعه ونص في حاجات زي كده بس يتشمعوا. وبعد كده اطلعهم، اكون بحطهم وازنقهم مع بعض في علبه فريزر. هنا انا هعمل لهم كمان رز بلبن، يعني كانوا طالبين رز بلبن يعني. فالرز بلبن بعمل ازاي؟ الرز بلبن بحط الرز بغسله وبنقعه، بحطه في ميه كتيره، بخليه على نار هاديه، على نار هاديه خالص حوالي ساعه، يتعمل بقى في الميه، يستوي في الميه. وبعد ما خلاص استوى، يعني انا في الحله دي كنت حاطه حوالي كوبايتين ونص او 3 كوبايات رز، يعني في حوالي زي كده. وبعد ما يستوي بحط لتر اللبن، يعني حوالي كوبايتين ونص. وبعد كده بزود اللبن بالطريقه دي، اخليه يعني انا الرز مش بحبه ناشف، بحبه متشرب كتير، يعني في ميه او سوائل كتيره. بقعد ازود اللبن، وبعد كده بسيبه يهدى شويه، فبيكون الى حد ما مش مجعلص يعني، فشويه ان هو لما هيتحط في الاطباق هينشف شويه، فببقى عامله حسابي ان هو مش ناشف قوي. وممكن في الفتره دي اضيف له نكهات، يعني ممكن اطحن مستكه مع السكر البودره، او ممكن كمان احط كريم شانتيه ازوبه مع اللبن. بس انا المره دي عملته ساده، بس حطيت سكر وقلبته كويس. هنا بقى رحت على الحوض. بصوا في الاغلب اي وقت انا بكون شغاله في كذا حاجه، بين الحاجه والتانيه يا اما بلم المواعين اللي انا غسلتها، يا اما بغسل الحاجات اللي انا استخدمتها، فببقى رايحه جايه على المواعين يعني. الجزء ده رايحه جايه عليه في اليوم 10,000 مره. رايحه جايه دايما، يا اما بغسل حاجه يا اما بلم مواعين، عشان بحسش الدنيا متدربكه عليا. يعني لما بعمل كده اول باول بحس لا، يعني مش بعد ما اخلص كل حاجه الاقي الدنيا متدربكه عليا، لا، كل حاجه كده بحب اخلصها اول باول، وكمان عشان حاجه ما تنشفش يعني، بحس كده اسرع. رحت النهارده هحطهم كده في بولات صغيره كده. بصوا في الاغلب انا لما بعمل الرز بلبن بحطهم في علب، وبعد ما بتهدى بغطيهم واحطهم فوق بعض. بس المره دي انا جايين كده عايزه احطهم في اطباق وافرشهم في التلاجة. يعني عارفين المنظر ده، ان فكره اطباق محطوطه كده في الرف الاولاني في التلاجة بتجيب لي كده ذكرى حلوه. يعني لما كانت ماما تعمل لنا رز بلبن فكنا نفتح التلاجة كده ونلاقي فيها رز بلبن واطباق كده، كان يوم عيد، تحس ببهجه كده، يعني فرحه جامده جدا. فلما الواحد كان بيفتح التلاجة ويلاقي كده رز بلبن واطباق في التلاجة، فتحس يعني بفرحه جامده. فانا كنت عايزه افرش الفرشه دي، يعني عايزه احطهم بولات واطباق، ومش عارفه كانت طالبه معايا كده يعني. فعايزه يعني الشعور نفسه بيبقى جميل. انا وبعمل الحاجه دي واحطها في التلاجة بتجيب لي كده يعني ذكريات حلوه. وهنا كنت عامله كمان كميه زياده عشان ايه، يعني تقعد معاهم شويه. انا ومسافره تبقى قاعدين في التلاجة كده، رز بلبن كتير في التلاجة فيقعد معاهم. وهم بيحبوا يعني سواء ياكلوه الصبحيه قبل المدرسه او في نص اليوم، يعني بيحبوه جدا، يعني كلهم بيحبوه قوي في البيت. وكمان الرز بلبن عايزه اقول لكم جربوا معاه تحطوا في الوش قرفه. يعني انا عارفه هي غريبه، بس يعني جربوا كده ميكس كده مع الرز بلبن، رشوا على الوش قرفه، بيبقى طعمها جميل جدا جدا، بيبقى ميكس كده حلو قوي. يعني القرفه اول حاجه مفيداتها كتير جدا، زائد لو اي حد بيتحسس من اللبن او ريحه اللبن، القرفه بتغطي على اي ريحه خالص، فمش هتحسي الناس اللي بتتضايق من ريحه اللبن مش هتحس بخالص باي مشكله. وبرده عايزين نحطوا بقى جوز هند، عايزين نحطوا مكسرات، الحاجه ايه اللي انتوا حابينها حطوها يعني. هنا برش القرفه، القرفه حطاها في علبه اللي هي رشاش، بحب ارش كده على الرز بلبن. هو بيبقى ميكس حلو جدا، لو حد جربه قولوا لي رايكم ايه. يلا كل واحده تتنشط كده وتقوم تعمل رز بلبن لبيتها، ونعمل ذكريات حلوه لينا ولاولادنا بحاجات بسيطه جدا. وبعد ما الكفته اتجمدت في الفريزر رحت جمعتهم كده في علبتين، حطيتهم كده متزنقين جنب بعض او فوق بعض، مفيش مشكله ان هما اتجمدوا شويه. يعني انا لو كانوا
لسه عجين، كان صعب طبعا احطهم بتزني ايديا في العلب، لكن هما متجمدين شويه. بالطريقه دي جاهزين على التحمير وفي اي وقت. عايزه اقول لكم التفريزات دي تنفع في رمضان، في اي وقت كده يعني، مش لازم بس، اي وقت هتنفعك جدا جدا. لو وصلتي لغايه هنا ما تنسوش تعملي لايك عشان الفيديو يترفع ويتشاف اكتر. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك عشان اي فيديو بينزل يكون بيوصل لكم اشعار بيه. وتاكدوا ان انتم مفعلين زر الجرس على كلمه الكل عشان اي اشعار يوصل لكم. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.